والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جوكرات؟ النهارده معاكم في فيديو جديد زي جوكر طبعا انا. عموما النهارده جايين نشرح القسم الثاني في حدث البيتش بيتس. تمام، وهنسميه حدث الصيف برضه هنشرحه النهارده، وفي اضافات جديده يعني. انا بستغرب ان اليوتيوبر ما بيتكلموش عنهم ولا بياخدوا بالهم منها يعني، بس هنتكلم عليها احنا. تمام، فلايك اشتراكك، اكتب لنا كومنت حلو يشجعنا وصلي على النبي في الكومنتات وحد الله. وفعل زر الجرس عشان تلاقي اليوتيوب بيقول لك انا نزلت فيديو يعني، شوف وتعرف كل الجديد يعني كده. تمام. فنيجي نبدا بالحدث البيتش بيتس والقسم الجديد واللي اتضاف لنا جديد، ولاعب 105 رسميا جديد مجانا للجميع. تمام، لو دخلنا اهو زي ما احنا على القسم الثالث على وضعنا، اول لما ندخل عندنا ناخد جود بلينجهام سي دي ام 100. تمام، احنا خدنا نسخه سي ام من حدث الكلاسيك. تمام، وهناخد احنا 4 نسخ ب4 مراكز دي سي دي ام، في واحده سي اي ام وواحده الله اعلم مركزها ايه يعني، يا اس تي يا ال ام مش متاكد الصراحه. تمام، عموما عندنا هنا الركبه 105 هو مجانا، مطلوب 4 سيديات. تمام، عشان نقدر نفتحه ونقدر ناخده. تمام، الدرج ده اهي وطاقاته اهي يعني، هو ممكن مشكلته بطيء يعني انا شايف السرعه دي خلاص بقت بطيئه على اللعبه، بس هيبقى علامه معاك في المدير الفني لو انت هتلعب بيه في المدير الفني. تمام، فوق الوجه لا باس به يعني، بس في الجري مش احسن حاجه، وممكن يكون تيجي شويه ثلاجه. تمام، بس يلا. عموما احنا عندنا هنا اهو 2 سيديهيين. تمام، 2 سيديهات. تمام، وعندنا شعار ده هناخده برضه في الاخر. احنا القسم ده هناخد ركبه خلال 6 ايام، هناخده يوم الاربعاء الجاي. لو انت هتلعب كل يوم مش هتفوت اي حاجه. يوم الاربعاء الجاي، لا استنى، يوم الاربعاء ثاني النهارده، لا في خلال 3 ايام يا عم ولا 4. احنا اصلا ده مجرد بيتفتح لنا القسم التاني هنختمه على طول، فاهمني؟ تعال اشرح لك اللي هيحصل بقى. عندنا هنا لعبه موارة هنلعبها، وبعديها ماتش، وبعديها لعبه موارة، بعديها ماتش، بعديها ناخد اول سي دي 99 101، بعديها لعبه موارة، بعديها لعبه موارة ومن موارة، بعديها ماتش ماسكرانو، وبعديها هناخد السي دي التاني. وكان كنا خدنا اول سي دي من الاربعه بتوع دروجبا، وده نقدر تلعبهم كلهم من دلوقتي على طول. تمام، ونقدر اسمه ده نلعب بقى من تاني بعد 3 ايام. تمام، نقدر نلعب تاني بقى ونعيدهم تاني، وناخد سيديين تانيين بقى عشان نختم دروجبا رسميا. وهناخد الشعار ده برضو يعني حلو، تستفز بيه خصمك او لما تكون فرحان جبت جول، فاهمني؟ وتعالوا نخش بقى على قسم كلاسيك للي ما يعرفش. فانت ما زلت تقدر تلعب فيه وكل حاجه، ولسه تقدر تجمع نقاط، ولسه ممكن يجي لك عادي ال1000 جوهره او المسكرونو او الكلام ده، فاهمني؟ اللي هم دول. ولسه زي ما اقول ما لاخر الحدث. تمام، للي ما يعرفش يعني يبقى دي احسن حاجه ان مستمر لاخر الحدث معايا، فاهمني؟ ندخل بقى على قسم الجاليري. تمام، ما تدققش. عموما عندنا بقى اللعيبه الدفعه الثانيه اللي نزلت لنا: الفونسو ديفيدز، جورج بيست، ستام، لحمه. دول ابرز اللعيبه ال 107. جورج بيست نبدا نشرحهم واحد واحد. ديفيز عالمي، السرعه 127 تقريبا يعني، 4 مهاره، 4 ونص ستامينا، مش هيتعب. الدفاع على غير العاده عاملينه جامد في ديفيز. عندنا ستام، اوعوا تاخدوا نيستا، اوعوا تاخدوا نيستا. ستام احسن منه مليون مره يعني، ده غير ان هو اطول منه في الرأسات احسن كتير يعني. عارفين اللي عايز ياخد نيستا انت واللي اخده خلاص انت خسرت خساره كبيره. ستام عالمي. عندك فيليب لام طاقته حلوه، وجورج بيست وكل حاجه. سوي شيب بالمين، واربع ستامينا بيتعب بسرعه، فما انصحكمش فيه قوي. تمام، وكارلوس والباقي اللعيبه الجديد كلهم ما انصحكش الا بكارلوس بيول ممكن مثلا، و بس ممكن جيولينتون لو حابب يعني. تمام، ما انصحكش باي حد تاني. تمام. نيجي نخش على اللي بعده. فجينا هنا على اللي بعده بقى، وهو حدث اللي احنا مسمينه حدث الصيف. تمام. نيجي هنا بس هنا على قسم الماين الاول، بس نبدا في البدايه. عندنا ستار باس صغير، ميني باس. عندنا هنا طبعا جايز المعتاده، وعندنا برضو الناس اللي بتشحن برضو وكده. عندنا اندو وبيدرونيتو، طاقته جامده جدا وعالميه يعني، لو حد مهتم يعني وكده يعني، فاهمين؟ واحنا عندنا الجواهر ونسختين مسكرانو كالعاده يعني، ما بيدوناش حاجه اللي احنا ما بنشحنش. عموما يلا بينا بس كده. كنا هنعمل ايه؟ ماشي. كنا هقول لكم دلوقتي ان قبل اي حاجه احنا هنخش هنستلم التيشيرت ده، هناخده مجانا على طول. بعديها هناخد 3 تيكيتات مجانا. هتقول لي انت فين؟ هقول لك ده اللي انا استلمتهم. فانت لو عايز تاخد تيكيتات تاني ب 100 اكس بوينت هتاخد تيكت يعني، انت تقدر تاخد 20 تيكت ب 1000 اكس بوينت يعني، ده حد اقصى. تمام. عندنا ايه تاني؟ عندنا 3 ماتشات. تمام، واحد ماتش عادي بيديك 10 نقط بتيكت، والتاني ده ماتش عادي برضو بيديك 20 نقطة، وده 30 نقطة. تمام، وبيدوكوا نقاط تصريح برضو كده. طب انت هتعمل ايه بالنقاط دي بقى بعد ما تاخدها؟ ده لو كسبت، لو خسرت مش بيدوك حاجة، فاهم؟ بس عشان نبقى واضحين، ويلعب هيد تو هيد ويبقى يعني الفلوس اتاك نهائي يعني، حاول تبعد عنه يعني قدر المستطاع. عموما عندنا هنا 3 جوائز في الاخر، هناخد ويلبك او برونو فرنانديز او برينس وايت. تمام، او 200 نقطة او 200 توكن يعني. انا انصحك 200 توكن، ما تاخدش اللعيبه دي يعني، لعب 60 نقطة اصلا، ده غير ان في اصلا حارس فولهام تقريبا ب 200 نقطة برضه لو عايز يعني، فاهم؟ في واحد 104 برضه 300 وكده، فيعني فرضا انك عايز 104، فما انصحكش تاخد واحد من دول، خد لك 200 نقطة.
فاهمني. فعموما على اللي عندنا هنا بقى، عندنا عشان تاخد الحاجه من الاربع جوائز دول لازم عندنا 9 مربعات لازم نفتحهم هم الاربعه وناخد الجوائز اللي فيهم عشان نقدر ناخد اللاعب. تمام تمام. احنا هناخد 3 نقط بالمناسبه كل يوم من هنا. تمام. عموما ازاي تفتحهم؟ هنا عندنا طلقات نار بقى، رشاشات عموما هتدي، لو انت هتضرب طلقه واحده فهي ب 40 نقطه. تمام. لو هتضرب 3 مع بعض فهي ب 100 نقطه، فدي توفير 20 نقطه. يعني لو فتحت 3 مع بعض فرد، قصدي فردي، هيبقوا ب 120 نقطه، 40 و40 و40 على 120 نقطه. فانا انصحك تكون خليك صبور كده، تفتح 3 مع بعض. يعني احنا لما بس بيدونا 90 نقطه لو احنا كسبنا 3 هيت تو هيت، فانت برضه مش هتعرف تجيبهم. فافتح ال3 مع بعض برضه، نصيحه مني ليك فاهمني. فدي هتكون احسن. ما اعرفش، ما حدش لسه عارف ايه الجوائز، اظن في ناس فتحت يعني بس لسه ما اعرفش. انا مش ناوي افتح عليها والصراحه اقول لكم ليه، عشان في جايزه من الجوائز اللي اليوتيوبر ما خدوش بالهم منها. انا مش فاهم ازاي اليوتيوبر ما بياخدوش بالهم من الحاجات دي يعني، بس في حاجه تانية هتفيدك بالنقط دي احسن من دي اظن يعني، فاقولها لكم. بس تعالوا بس هنا نخش على قسم الجاليري. لاعب، نخش على اللاعب ال 104 ال 105 بس كده الاول، بس هوريكم. زي ما قلت لكم عندنا الحارس بي لينو ب 200 نقطة، عندكم بيتو 104 300، عندكم عموما كوريا وسوبوسلاي فارديور جرناتشو فاردي الواد بيزيلا تك كده. تمام. دي اللعيبة اللي عندنا من هنا. فممكن كوريا ما اظنش لا بأس بيه، اظن يعني لا بأس بيه. كوريا كام نقطة؟ معلش كده، ثانية 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 ثانية. كوريا ب 600 نقطة. لا الصراحة مش هصرف عشان اجيب. درجاته ايه طيب؟ لا بطيء بطيء. عموما اللعيبة ال 105 عندنا الحاج كوناتي، ابراهيم كوناتي، بالمر، ماكمدام، جويلي، ماركيزيو وبايرون. اظن ان احسنهم ماركيزيو، يعني اظن من ناحيه النقاط الشارتس اللي محتاجها والاداء في الملعب وطاقاته وكده كل حاجه. في كوناتي برضه حلو بس بيعملوه بطيء، مش عارف ليه يعملوه سرعته 100. وعندك كول بالمر يعني ما تفهمش بيه الصراحه قوي الا لو انت خدت كام عايزه يعني فاهمني. فنيجي هنا على اللعيبه ال 107 عندنا ريو فيرديناند. اوعى تجيبه نهائي، انت عندك نيستا وستيف في الحارس الثاني وجيب ستاني. تمام يعني اوعى تجيبه. وهو كارفاليو، كارفاليو لا هو كارفاليو زي نيستا، هو نيستا كمان احسن من كارفاليو. تمام. فانت خليك في ستام عالمي جدا. عندك لامبارد، برونو فرنانديز، اشلي كول. اشلي كول عالمي جدا يا جدعان. دايما بينزل ار دبليو، كان بيشوط بيمينه وكده يعني، بس هو حاليا 4.5 استامينا ما بيتعبش. 4 مهاره، بيشوط بيمينه ال دبليو، سرعه سريع ودريبل وباص. يعني لاعب عالمي جدا، انصحكم بيه جدا. عندنا برضه لامبارد تكاته عالميه، ممكن دفاعه ضعيف شويه يعني بس هو يعتبر كويس يعني، كنت شبه متكامله، ناقص بس شويه في الدفاع يبقى فعلا متكامل عشان زي خد وكده يعني. بس كويسه وحلوه جدا فانصحكم بيه. تمام تمام. نيجي بقى هنا على اللي بعده. جينا هنا بقى اللي بعده، بس هنا في جواهر برضه باخدوها. نيجي هنا بقى على الاكسترا تايم ايفنتس. اتضاف لنا ده اللي انا مش عارف اليوتيوبر كلهم ما خدوش بالهم منهم ولا ايه، بس ماشي ذاتس اوكي. دي والله انا مش فاهم الجوائز دي بالظبط هيدونا ايه يعني. انا هفتحها فيديو تفجير الباكجات بكره ان شاء الله هينزل لكم، وهفتح دي برضو فيها وكده يعني. فعموما دي انت ليك تفتح 5 مرات في خلال اسبوعين لغايه ما الحدث يخلص. انا والله ما فاهم ايه ده يعني. هم بجد هيدونا يعني هيخلونا بين 10000 جوهره، 30000 نقطه دوري، ونقاط شاردس، ولعب من 103 ل 105 او من 106 ل 107. انا من 103 ل 105 كمان بيتباع. لا انا بجد يعني في حاجه غريبه، في حاجه غريبه. ماشي. والباقي ب 10000 اتشالت لنا. تمام. عموما ضفنا ان احنا نقدر نجيب نقاط الشارز دلوقتي من اي حته وكده يعني، من اي باكج في الوقت الاضافي وكده. تمام تمام. نيجي بقى على اخر حاجه عندنا النهارده وهي الستور. رسميا يعني اكدوها لنا خلاص، بقت يعني كل الباكات، كل الاحداث الجايه دلوقتي هتنزل باكات من 102 ل 107، او ما اظنش كل الاحداث قوي يعني. احداث توتس لسه نازل، ولوفات هتزيد حوالي اوفرين ولا حاجه فاهمني، او ممكن 3 كمان يوصلوا 110. فدي هتبقى حاجه كويسه يعني. بص الباقي حاليا من ب 3000 جوهره. اظن الموضوع بقى سهل كبير انهم مخلين نقط الشاردس بنفس النقط، فالموضوع سهل دلوقتي انك تجمع النقاط وتجيب لعيبه وكده يعني فاهمني. فهنفتح على الفيديو تفتيح باكجات بكره وكده بكل حاجه. ففعل زر الجرس بقى كده عشان يعني هتلاقي اليوتيوب بيبعت لك بيقول لك ان انا نزلت فيديو. لايكك، اشتراكك، وحد الله، صلي على النبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم ذا جوكر.